القصر الجمهوري في الخرطوم ما مجرد مبنى عادي، ده رمز للسيادة الوطنية ومقر اتخاذ القرار في السودان، وكل زول بمر بالقرب منه بيشوفه كواجهة للبلد وهيبتها. عشان كده القصر عنده مكانة خاصة في قلوب السودانيين، وبقى من أبرز معالم الخرطوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم حسن أسامة حسن، وده برنامج النفاج، نافذة للتراث والثقافة والتاريخ السوداني. القصر الجمهوري في الخرطوم ما مجرد مبنى واقف في قلب العاصمة، ده رمز عميق للسيادة والكرامة السودانية ووش البلد قدام العالم. أي زول يمر جنبه بيشوف فيه تاريخ طويل مليان أحداث كبيرة غيرت مجرى السودان كله. بدايته كانت سنة 1825 لما محو بيك ورفلي بنى أول سرايا من اللبن اللي هو الطين الأخضر، وبعده جاء خورشيد باشا وسعها لحد ما كملت في عام 1834. بعد ذاك عبد اللطيف باشا في عام 1851 هدم السرايا القديم وبنى قصر بالطوب الأحمر والحجارة جابوها من خلايب سوبا. القصر ولقى شاهد على فترة المهدية وانهياره لسنة 1898. الإنجليز بعد رجوعهم للسودان والخرطوم عاصمة قرروا يعملوا قصر جديد على أنقاض القديم، وفعلا كتشرا بدأ فيه عام 1899 واكتمل في عام 1906. القصر يبنى على الطراز الإيطالي الكاثوليكي المعروف بالجنتو، وده الطراز اللي بدي لمسة جمالية خاصة، أقواس واسعة، نوافذ عالية، بلكونات بتطل على النيل. الشكل كان فخم يوري قوة المستعمر ويحسه يخلي المبنى ده أيقونة معمارية في السودان وكل أفريقيا. القصر ما كان بس مملى للحكم، كان معاه حديقة واسعة زينت بأشجار نادرة ونباتات جابوها من مناطق مختلفة، ودي أول حديقة من نوعها في الخرطوم. حوالين القصر في مسجد صغير للموظفين المسلمين وكنيسة للرعايا المسيحيين، وكان فيه اسطبلات الخيول ومقار للحرس ومكاتب إدارية، يعني كان أشبه بمدينة صغيرة محمية جوا قلب الخرطوم. لكن الأهمية الحقيقية للقصر ظهرت في استقلال السودان سنة 1956، اليوم اللي بيترفع فيه العلم السوداني لأول مرة فوق سارته العالية قدام ساحة القصر، والكل بيهتف للحرية. من اللحظة دي القصر بقى رمز وطني جامع بين السيادة ودار الحكم، وبقى عنده مكانة سياسية كبيرة لأنه مركز اتخاذ القرارات المصيرية، بيانات الانقلاب، توقيع الاتفاقيات، لغاية القادة والزعماء وخطابات الرؤساء. أي تغيير كبير في السودان كان لازم يمر من هنا. وبرضه القصر عنده قيمة ثقافية وروحية لأنه بقى جزء مهم من الذاكرة الجمعية للشعب السوداني. أي زول بيسمع كلمة القصر الجمهوري بيربطها بالكرامة الوطنية والاستقلال والهيبة. حتى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية الكبرى كان بتلقى مكانة في ساحاته، فهو ما قصر للحكام برام إنما رمز جامع للسودانيين كلهم. في عام 2007 مع زيارة الرئيس الصيني للسودان اتفقوا يبنوا قصر جديد يواكب التطور، وفعلا بدأ البناء عام 2011 وافتتح القصر الجديد في عام 2015 وبقى ممر الرئاسة الحالي. أما القصر القديم احتفظ بمكانته كرمز تاريخي وتراثي. لكن الحرب الأخيرة ما رحمت الرموز، القصر تعرض لتدمير كبير وخسائر موجعة، والمشهد كان صعب على أي سوداني. لكن زي السودان ذاته القصر ما بينكسر، ممكن يصدع ويتألم لكن بيرجع يتعافى، وبإذن الله تعالى القصر حيتأهل ويتعمر تاني ويستعيد مكانته كواجهة للسودان وبيت للسيادة وللهيبة السودانية. ودمتم في أمان الله.